مرحبا بكم معايا فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نوريكم طريقة معرفة عدد الزيارات لملفكم الشخصي على الفيسبوك. ولكن قبل ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اول حاجة كتدخلوا الملف الشخصي ديالكم من بعد ما كتحولوه الوضع الاحترافي، وباش تحولوا الفيسبوك ديالكم للوضع الاحترافي كتضغطوا على 3 نقيطات. من بعد كتجيو فين كاين ايقاف تشغيل الوضع الاحترافي، غادي تلقاو تما تفعيل الوضع الاحترافي وكتضغطوا عليها. في حالة ما بانتش عندكم كديروا ميزاجور التطبيق ديالكم. من بعد كتضغطوا على عرض لوحة المعلومات. من بعد هنا كتهبطوا لتحت كتضغطوا على دليل الوضع الاحترافي، ومن بعد كتضغطوا على الخيار ديال الرؤى، ومن بعد كتهبطوا لتحت كديروا عرض المزيد. من بعد هنايا كتجيو فين كاين عرض التفاصيل كتضغطوا على عرض التفاصيل، ومن بعد كتبان معكم هاد الواجهة هادي اللي فيها كل شيء الاستكشافات او عفوا استكشاف. هنا يمكن لكم تشوفوا كاع الحاجه اللي بغيتو. وهنا عندكم الخيار ديال زيارات الملف الشخصي. يمكن لكم تحددوا 7 ايام او 28 يوم. هنا كما كتشوفوا يمكن لكم تعرفوا على العدد، يعني شحال ديال الناس دخلوا الملف الشخصي ديالكم داروا الزياره للملف الشخصي، ولكن ما يمكن لكمش تعرفوا شكون هما. يمكن من هنا المستقبل تقدروا ان فيسبوك دير تحديث جديد وتقدر تعرف الاشخاص بسميتهم. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح اللي درت لكم. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في كومنتير، وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولايك للفيديو.